واش في خبركم اخوتي اشنو طرا لهاد المسخوط الوالدين؟ كانت المغرب مهليه فيه خدمته في الشركه والاذاعه والتلفزه المغربيه، كان عايش بخير. ولكن وسوس ليه الشيطان وتباع الجزائر والبوليزاريو، تعطر ليه الشعر فوق راسو وخرج على راسو. بغيتكم اخوتي تنصحوا هاد السيد هذا وتقولوا لي علاش خليتي المغرب ومشيتي تبعتي بوليزاريو والجزائر. تفرجوا حتى الاخر. أنكم مع قضيتكم العادلة، وأن لا خوف على القضية الصحراوية ولا على الأرض الصحراوية ولا على ما تركه لنا الشهداء، شهداء الشعب الصحراوي، من وصية، وهي وصية غالية وثمينة ويجب أن نتمسك بها إلى النهاية، أو أن يفنى الشعب الصحراوي دون ذلك. لكن لن يحلم أبدا المغاربة بالقفز على كل هذا التاريخ، فالمغاربة مدعوون في يوم من الأيام إلى أن يكونوا جيرانا للشعب الصحراوي في أرضهم المغرب. وهذا هو ديدن الشعب الصحراوي الذي دائما لا يرد الخصومة بالخصومة، ولكنه يرد الخصومة بالعقل، لأن الماء هو الذي يطفئ النار والنار لا تطفئ النار. لكن النار تحرر الأوطان، النار تحرر الأوطان، ونحن سنحرر أرضنا. ولا تعتقدوا على أننا سنحرر أرضنا بالأمم المتحدة ولا بمجلس الأمن الدولي ولا بالاستماع إلى خطب صاحب الدجاجة. سنحرر أرضنا بالكفاح المسلح. ولتسألوا جيشكم البارح شو قعلوا، ولتسألوا جيشكم شو قعلوا أول البارح، ولتنظروا إلى مستشفى السمارة المحتلة وكم من الضحايا يوجدون فيه اليوم، وكم سيدفن من أبنائكم في الساعات المقبلة في المدن المغربية الذين قدموا حياتهم في قضية خاسرة بالنسبة للاحتلال المغربي. لأن من يدفع